بعد ما شكينا في كل الناس لدرجة شكينا في فريدة نفسها تكون مسكت الزهرية وخبطت نفسها مرتين، جت الجاكيتة بتاعت القاضي وعلمت على مراد وكشفت حقيقته. رشيد طبعا هيواجه مراد أبوه لما يرجع من بره ويقول له هي جاكيتة القاضي بتعمل معاك ايه؟ جبتها منين اصلا؟ وهنا مراد هيقول له بقى ان فريده لما كانت بتقابله جابت له الجاكيته دي هديه، وهو اخدها منها علشان هي ما تزعلش. هيعمل نفسه مصدق وهيكلم مختار ومسعد ويقول لهم يشددوا المراقبه على مراد اكتر، لحد ما بيعرف ان مراد انسان كذاب وكل حاجه قالها كانت كذب وافتراء على هاشم القاضي. وهيعرف كمان ان فريده وصلت لاوراق ومعلومات مهمه بتكشف حقيقه مراد. هيبتدي رشيد يفتش في متعلقات مراد وهيلاقي الورق اللي كان مع فريدة بيدين مراد موجود مع مراد جوه في أوضة النوم بتاعته. مراد هياخد الورق ده ويروح يبلغ الشرطة بكل اللي حصل، ولكن طبعا الضابط علشان ما عندوش دليل قوي ضد مراد مش هيرضى يقبض على مراد دلوقتي، لحد بقى ما بتحصل مفاجأة، وهو إن أدهم بيفتكر اللي حصل ليلة الحادثة وهيقول لهم أنا ما كنتش في وعي، وفريدة لما وقعت واتخبطت في المكتب وأغمى عليها أنا انهارت ووقعت مكاني وما كنتش عارف أساعدها إزاي. بس وأنا مغمى عليا كنت شايف فريدة بتقوم وفي شخص كان واقف معاها وبيكلمها، وتقريبا الشخص ده في شبه كبير من مراد بس أنا مش متذكر قوي. وبعدها أنا فقدت الوعي تماما، ولما فوق طلعت لقيت فريدة ميتة على الأرض وجنبها مرمي رشيد. ده كل اللي أنا فاكره. وهنا بقى الضابط في اللحظة دي هيقرر يقبض على مراد ويطابق البصمات اللي موجودة على الورق مع بصمات فريدة، وهيلاقي إن الورق ده بالفعل كان موجود مع فريدة. وهيبتدي يسأل مراد أنت جبت الورق اللي يدينك ده إزاي من فريدة؟ وهنا بقى مراد مش هيكون قدامه حاجة غير إن هو يعترف ويقول اللي حصل بالظبط. وهيقول لهم إن فريدة كلمته وقالت له أنا عرفت حقيقتك خلاص وأنا موجودة في الأتيليه، تعالى علشان نتحاسب. وكمان أنا اتصلت برشيد علشان يجي ويكون كل الكلام موجود قدامه ويعرف حقيقتك. وهيقول لهم هو بقى لما راح الأتيليه لفريدة لقى مفيش حد من الأمن، بس لقى أدهم مغمى عليه، وفريدة كانت دايخة جدا ومقابلاه في الريسبشن. شديت معاها في الكلام وعرفت إن معاها ورق بيدني، قمت خبطتها بالزهرية على راسها ودخلت المكتب علشان افتش جوه. والجاكيت اللي انتوا لقيتوه معايا وانا بدور على الورق بصماتي جت على الجاكيت، وانا جوه باخد الورق كان اتهم مش في وعيه وحاول يمسك فيا، بس انا قدرت ان انا اهرب منه. ولسه حجري لقيت فاجئت ان رشيد بيفوق في فريدة بره. اضطريت اضرب رشيد على راسه علشان يغمى عليه بس وما يشوفنيش، واخدت الجاكيت من الاتيليه. وطبعا بيتم الحكم على مراد ورشيد بيعرف الحقيقة وإن هاشم مظلوم وإن اللي عمله مع مراد كان رد فعل. وأدهم بيخرج من الحبس وبيبقى حالته النفسية سيئة، وكاميليا هي اللي بتقف جنبه وهو خلاص عرف قيمتها وإن هي بتحبه بجد. والأولاد بتفرح جدا لما أدهم بيرجع لكاميليا من تاني. ورشيد بقى بعد ما قضية فريدة بتنتهي بيعتذر لهاشم القاضي وبيروح لرنا ويعتذر لها عن اللي عملته فريدة فيها، وبيقول لها ان هو ظلمها واذاها، وبيقول لها صدقيني انا حبيتك زي فريدة بس الظروف اقوى مني ومنك، وحاولي تنسي وتبدأي حياة جديدة. وهي بتسافر تاني لأمريكا ورغدة بتفضل جنب هاشم علشان ملهاش غيره. وجمال المحامي بيطلب ايد داليا للجواز وهي بتوافق، وياسين بيقول لها لو ده حصل انا هاخد بنتي تعيش معايا، بس اللي هيخلي ياسين يسكت شويه ان رشيد بيسافر بره مصر تاني علشان ينسى، ولو في موسم تاني هيبقى يرجع تاني ولو مفيش خلاص، وهيسيب ياسين يشتغل في شركته ويديرها له من تاني. وطبعا لحد هو ما يسافر ينسى ويبقى يرجع لنا بقى لو في موسم تالت ولا حاجه.